لو ميزانيتك محدودة بس سقف طموحاتك عالي، شاومي عملت لك الريدمي نوت 15 نسخة ال 4G. موبايل جاي يثبت إنك مش محتاج تكسر البنك عشان تاخد شاشة وسرعة وكاميرا محترمة. تعالوا نشوف هل فعلا يستاهل اللقب ده في 2026 ولا في مقلب مستخبي. أول ما تمسك الموبايل هتحس إن حواف الشاشة صغرت جدا وبقى شكلها بريميوم. شاومي هنا ما بتهزرش، حاطة شاشة أموليد بتردد 120 هرتز، يعني نعومة في التنقل وسواد حقيقي للألوان. والجديد إن السطوع بقى أفضل بكتير، يعني لو واقف تحت شمس الظهر هتشوف كل حاجة بوضوح من غير ما تغمي عينك، تحس إنك ماسك شاشة LCD. تتفرج على اليوتيوب وفيديوهات براحتك مع إحساس رهيب. تجربة الشاشة حرفياً جميلة جداً. نيجي بقى للقلب النابض. شاومي اختارت الهيليو جي 100، وده مش مجرد معالج 4G عادي، ده تطوير للجي 99 الأسطوري. المعالج ده حمال أسية في الاستخدام اليومي، والأهم إنه مستقر جدا في الألعاب. لو انت بتاع بابجي، فري فاير، حاجات من اللي قلبك يحبها، روح وما تسميش. بس عشان ما اكدبش عليك، المعالج مفيش تطور كتير عن الهيليو جي 99، بس هو كمعالج هيسد معاك وهيديك تجربة سلسة من غير لاج ولا سخونية تضايقك. ولو عايز تعلق بسقف طموحك، روح لل5G، معالجه بتاعه هيسد معاك. الكاميرا الأساسية هنا 108 ميجا بكسل. في الضوء القوي الموبايل ده بيطلع صور فيها تفاصيل تخوف وألوان مشبعة بلمسة شاومي اللي بنحبها. معالج الجي 100 بيساعد السوفت وير إنه يعالج الصور بسرعة، والنتيجة بورتريه محترم جدا وسيلفي واقعي بيفهم لون البشرة صح، يعني تصور بيه انت واصحابك تنشر على طول من غير تعديل. البطارية 6000 ملي أمبير المعضلة عند الشركات الأخرى، بس شاومي بتعترف إن مفيش حاجة بتصعب عليها. البطارية دي هتكمل معاك يومين من ضغط شغل، وشاومي لسه بتحترم العميل وبتحط الشاحن ال 33 واط والجراب جوه العلبة، مش زي شركات تانية بقت تبيع الموبايل حاف. الموبايل بيشحن في وقت قياسي بالنسبة لفئته. الريدمي نوت 15 4G هو الخيار المنطقي لو انت عاوز شاشة جبارة وأداء مستقر وميزانيتك مش عاوزة تفتح لأسعار ال 5G المبالغ فيها. موبايل عملي جدا وشكله شيك. قولي في التعليقات، تشتري شاومي بنسخة الجي 100 ولا تروح لسامسونج A17؟ زي ما وعدتكم في فيديو سامسونج إن الموبايل ده هيكون اعتمادي، شاومي بجد بالريدمي نوت 15 4G قدمت خلطة صعب تلاقيها في السعر ده. أداء مستقر، شاشة مبهجة، وشاحن في العلبة بيطمنك. دلوقتي الدور عليكم، لو معاك ميزانية الفئة دي تختار استقرار سامسونج وسنوات النظام، ولا تروح لسرعة شاومي والكاميرات وقدرة الشحن؟ مستني رأيكم في التعليقات وأنا هرد على أكبر عدد. لو استفدت من المراجعة دي ما تبخلش علينا باللايك المتين، واعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس، لأننا لسه في أول السلسلة والتقيل لسه جاي. تفتكروا الفيديو الجاي عن إيه؟ هقول لكم تلميح بسيط. الموبايل اللي جاي هو الدبابة الحقيقية، شركة مشهورة بإن موبايلاتها ما بتتكسرش وبتقاوم المية والصدمات في فئة سعرية مستحيلة. تفتكروا مين الملك الجديد اللي هينافس في الاعتمادية؟